بيعمل نمط التفكير، بيجمع مشاهد، بيجمع مشهد الشرطه وتحقيقات الشرطه لوحدها، بيجمع مشهد تحقيق نيابه لوحده، بيجمع مشهد المتهم لوحده، يجمع مشهد الدفاع لوحده، يجمع المشاهد دي كده كلها ويبدا يعمل ايه؟ المشهد اللي هو العام او المجمع. تمام. طبعا ايه مركز القوه بتاعه؟ الحكم. اي قاضي من غير حكم مش قاضي، زي اي وكيل نيابه من غير قرار امر احاله مش وكيل نيابه، زي اي ضابط من غير قبض مش ضابط. فمركز القوه بتاعه الحكم. دايره الضعف العلمي الشخصي، فتلاقيه دايما يعني في بعض القضايا يقول لك احل الخبير. لما احل الخبير تفهم ان هو برضه هو بيستانس برايه، بس تفهم برضه ان دايره المعلومات، وبرضه حتى لو دايره معلوماته قويه لازم يلجا للخبير برضه، عشان برضه ايه الخبير عنده تفاصيل حسابيه او تفاصيل انشائيه هو ما يعرفوش. فتلاقي دايما لما يبقى القضيه فيها خبير تفهم ان برضه ده جانب ضعف في ايه. وبرضه يعني ابدا انا كمحامي بقى اركز على الجوانب اللي هي السطر الاخير ده. تمام. دكتور دي حاجه يعني. هو يعني ايه خبير؟ انا مش فاهمه. هو الخبير ده بيكون موجود يعني في المحكمة؟ لا الخبير ده يا فندم مش في المحكمه. الخبير ده في حاجه اسمها مصلحه الخبراء. وزاره العدل بتعين حاجه اسمها خبير. خبير ده بيبقى خبير هندسي او خبير محاسبي. ساعات بتبقى خلاف في الشركات، في مثلا بين الشركه والضرائب حوالين قيمه تقديريه للضريبه. فانا كقاضي ما فهمش في الحسابات، فبعمل ايه؟ بنتدب خبير يفحص لي ميزانيه الشركه. او لو حصل خلاف حوالين حادثه في كوبري، فبنجيب خبير هندسي يشوف صلاحيه الكوبري ده سليم ولا لا. تمام كده؟ تمام. فده اسمه الخبير، اللي هو راجل بيقول بيعمل حاجه اسمها تقرير. التقرير بتاعه ده بيبقى ايه؟ شامل كل جوانب الموضوع، اللي هو يعني زي المفتي كده بالظبط، زي ما احنا بنروح للمفتي نساله. طب بعد ما تمام. القاضي بياخد الرأي الخبير بينفذ القاضي بقى خلاص ممكن الحكم؟ ياخد بيه وممكن ما ياخدش بيه، على فكره هو ليه حريه ان ياخد ممكن يطرح تقرير الخبير ده خالص، يقول لك انا طرح تقرير الخبير من الاوراق مش انا شايف ان التقرير ده ما ينفعش. ممكن اخد لكن 90 او 95% بياخد برأي. الاحوال الشخصيه دي طبعا هتبقى تبع الخبراء، بيبقوا خبراء في الاحوال الشخصيه مثلا. لا بس دول يعني المحكمين دول اللي هم تبع الازهر، اللي هم بيقولوا الراي الشرعي والحاجات دي برضو بايه بيستانسوا برايهم، بس القرار في الاول وفي الاخر للقاضي. تمام. انا حر اخد بيه ما اخدش بيه، دي سلطه تقديريه ليا انا. ماشي يعني دي في الاجراءات، انا بتكلم اهم حاجه عندي القرار، قرار القاضي. تمام. فنقطه قوته الحكم، نقطه ضعفه العلم الشخصي. يعني العلم الشخصي ده طبعا متفاوت فينا كلنا، مش عند بس الفكره ان انا كقاضي لازم افتي بعلم قوي، ما عنديش بلجا لاهل الخبره. نيجي عند البشوات المحامين،